السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات فلو دو فاني. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احباباتي، جيتكم اليوم بحلوى جافة، حلوة الاساور ولا حلوة الكعكعات. حلوة خفيفة ظريفة بنينة بزاف، صدقوني سهلة التحضير وبمقادير اقتصادية. فبلا ما نطول عليكم نمروا نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وصفتنا تاع نهار اليوم. اذا احببتي نرحب بكم من جديد، وراح نحتاج الوصفه نتاعنا. هنا عندي 150 غرام نتاع زبده بدرجه حراره المطبخ اللي لازم تكون طريه. نزيد عليها 100 غرام زبده اللوتيوس، هذا الاضافه اختياريه، متوفره عندكم زيدوها، مشي متوفره معليش تقدوا تستغنوا عليها. فانا هنا عندي 100 غرام نتاع زبده اللوتيوس. راح تضيف ذوق رائع للحلوى نتاعي، صدقوني. اصلا انا هاد الكعكعات راح نسميهم كعكعات اللوتيوس. نضيفوا 50 غرام نتاع سكر ناعم. هنا ما راحش نكتر بزاف السكر، لانه زبده اللوتيوس اصلا هي دايرين فيها السكر، فراح تجي حلوه. وما نزيدوش نساو التزيين. دائما نقول لكم لازم يكون عندنا السكر متوازن في الحلوى نتاعنا. اذا ما درتوش زبده اللوتيوس تقدروا ديروا 100 غرام نتاع سكر ناعم. انا بما انه شتو درت زبده اللوتيوس فدرت غير 50 غرام تاع سكر الناعم. فهنا كما شفتوا حباباتي خلطت مليح الزبده والسكر اللي عندي، وراح نضيف صفر حبه بيض بدرجه حراره المطبخ ورشه نتاع الملح. هنا اذا ما درتوش زبده اللوتيوس ضيفوا ملعقه صغيره نتاع الفانيليا السائله ولا سكر الفانيليا اللي متوفر عندكم. انا هنا بما انه راني دايره زبده اللوتيوس ما نزيدش الفاني، نكتفي غير ذوق اللوتيوس. خلطوا مليح المكونات عندنا ونبقاو نضيفوا الفرينه بالتدريج. هنا عندي 250 غرام نتاع الفرينه، راح نبقى نضيفها بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. بلا ما ننساو ربع ملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات، ماش باين كتر بزاف الخميره تاع الحلو، ربع ملعقه لا اكثر، ريش رشه. ربع ملعقه صغيره هي رشه نتاع خميره الحلويات. ونبقاو نخلطوا بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. طريقه سهله وبسيطه. وانا حبابتي هاي العجينه نتحصلوا عليها كما قلت لكم طريه وما تلصقش في اليد. انا دات لي 250 غرام كل وحده، ونوعيه الفرينه اللي عندها تقدر تدي لكم حتى 300 غرام. وانا كما تشوفوا حباباتي راح نشكل الحلوى نتاعي في مول السيليكون نتاع الكعكعات. تقدروا تشكلوهم بلا مول، طريقه سهله وبسيطه. انا فضلت نديرهم في المول تاع السيليكون باش يجوني على حبه واحده وحجم واحد. فانا راح نعمر المول نتاعي وندخل الحلوى نتاعي في الفرن لاني مسخناتها على 180 درجه. راح تشد لي ما بين 10 حتى 15 دقيقه كل واحده، ونوعيه الفرن نتاعها. المهم انتيا كي تفوت 10 دقائق تبقاي تشوفي الحلوى نتاعك لا طابت ولا مازال خاصها. المهم يكون عندها اللون الذهبي. وهنا هي الحلوى نتاعي بعد ما طابت، شوفوها كيفاش تحمرت لي مليح. انا شدت لي 13 دقيقه وكل وحده والفرن نتاعها. المهم حمروها مليح باش تجيكم مقرمشه وبنينه. راح نحتاجوا للتزيين. هنا عندي شوكولاته بالحليب كنت ذوبتها، نزيد نحتاجوا مربى المشمش، وهنا عندي بسكويت اللوتس اللي كنت طحنته بهذا الشكل في الرقيق، لازم يكون رقيق. وراح نزين الحلوى نتاعي امامكم بطريقه بسيطه. راح ندهن نص الحلوى نتاعي بمربى المشمش، ونرمد مليح الحلوى نتاعي بسكويت اللوتس. كما قلت لكم هنايا هادو كعكعات اللوتس فيليق يكون فيها بنة اللوتس. كما راكم تشوفوا هنايا راني نرمد الحلوى نتاعي بسكويت اللوتس، والنص الاخر راح نغطيه بالشوكولا الدايبه. انا قلت لكم هنا درت شوكولاته بالحليب، زدت لها شويه نتاع الزيت باش تعطينا هاد اللمعان. تقدروا ديروا شوكولاته سوداء، تقدروا ديروا خليط بين الشوكولاته السوداء والشوكولاته بالحليب.
فانا حبيبتي راح نكمل تزيين الحلوى اللي عندي ونرجعوا ونشوفوا الحلوى نتاعي بشكلها النهائي. حبيبتي هاي الحلوى نتاعي بشكلها النهائي، كملت التزيين تاعها، زدت درت خطوط رقيقة فوق الشوكولا، وزدت زينتها بهذه الوريدات اللي كنت خدمتهم بالشوكولا في المول نتاع السيليكون. هذا هو الشكل نتاعه، شوف كيفاش يخرجوا الوريدات شابين. والحلوى نتاعي شوفوا كيفاش تجي مقرمشة، صدقوني تجي رائعة في الذوق نتاعها، كأنكم راكم تاكلوا في الغيكليز. فان شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تجربوها وتنال اعجابكم. حباباتي تهلاو في رواحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.